حسب مصادر مطلعة أن هناك مفاوضات فعالة جارية بين المملكة العربية السعودية والظاهرة الفنية سعد المجرد لإحياء حفل لا ينسى في العاصمة الرياض، يأتي هذا بعد النجاح الباهر الذي حققه المجرد خلال أدائه في حفل سابق مع الفنانة إليسا في العام الماضي، حيث شهدت نفاذ تذاكر الحفل بشكل فوري، وتلك الليلة كانت حديث الجمهور مما أثار إعجاب الجماهير. في خبر آخر بعيد عن الفنانة سعد المجرد يخص الفنانة المغربية سميرة سعيد، في قلب موسم الرياض الفني اللامع تتسارع الأحداث لتخليد فنانين استثنائيين، ومن بين هؤلاء تبرز نجمة لامعة لطالما أضاءت سماء الفن العربي ولا زالت الديفا سميرة سعيد. والآن يناشد الجمهور العربي لدعوة رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ لبرمجة ليلة خاصة تكريما لمشوارها المتألق بالنجاحات والجوائز على مدى السنوات. في خضم الاحتفالات بليالي الرياض تتحول أنظار الجماهير نحو الفنانة الكبيرة سميرة سعيد التي أمتعتهم بأدائها الرائع وإبداعها الفني. الدعوة الجماهيرية لتكريم ديفا ما هي إلا تعبير عن حاجة ملحة للاحتفاء بمسيرة فنية استثنائية قطعت بها النجاحات وحصدت المكافآت على مر الزمان. الطلب الحال لبرمجة ليلة خاصة يأتي كتكريم طبيعي لأحد أبرز أيقونات الطرب العربي سميرة سعيد، لمعت في فترات زمنية مختلفة بأغانيها المتنوعة وصوتها القوي الذي يلامس القلوب الجماهير. تكون الليلة المخصصة لها فرصة للجمهور للانغماس في جمال أدائها والاستمتاع بباقة مختارة من أجمل أعمالها مصحوبة بأصوات نجوم الطرب العربي. تكون هذه الدعوة إلى رئيس هيئة الترفيه خطوة مهمة للجمهور الذي ينتظر بفارغ الصبر أن يتحقق حلمه في الاستمتاع بليلة تكريمية لسميرة سعيد. الفنانة الكبيرة ستكون نجمة هذا الحدث الفني الرائع، حيث يتوقع الجمهور تجربة استثنائية تخلد للذاكرة. إن دعوة الجماهير لبرمجة ليلة خاصة لسميرة سعيد تجسد حب الجمهور وتقديرهم لهذه الفنانة الاستثنائية، وفي حال تحقيق هذا الطلب ستكون ليلة سميرة سعيد في موسم الرياض لحظة لا تنسى تبرز فيها الفنانة بكل مجدها وروعتها.